السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في البث المباشر ملعب شرفي بمكناس الذي يحتضن المباراة قوية، قمة كروية عن الجولة الثانية من الدوري الاحترافي إنوي. فريق النادي المكناسي يستقبل فريق الفتح الرياضي. يوسف لوديني الأول يأخذ هذا اللقاء بمساعدة الوزير ناصر عبد العزيز الشعيبي، حكم الرابع وأشرف الرزيل على مستوى تقنية الفار أحمد أدردور ورشيد نوزاتي. مندوب هذا المباراة اللي اكيد الجماهير تنتظروا بقوه بتوهج بنفس القيمه اللي رافقت الدوري الاحترافي في السنوات الاخيره. الموسم الماضي فريق النهضه البركانيه كان هو حامل اللقب لاول مره في تاريخه. عوده كوكب المنافسين، صعود اتحاد الحكم الصوره اولمبيك تشيرا لحسم الاضواء، وبالتالي الرهان كبير ومن اجل رفع التحدي والظهور بوجه مشرف، خصوصا حضور انديه اللي اكيد ستنافس وستصارع من اجل التتويج باللقب. نتمنى ان يكون هناك اكثر من فريق يمكن انه يلعب من اجل اللقب. كره في الوسط بسبب الاصابه امامنا المدرب الايطالي الوطني سعيد شيبا. حوار تكتيكي بين سعيد شيبا وعبد العزيز الكنيبي. مراوغه ممتازه شمس الدين القليديل اتجاه العربي الناجي، لكن الكره لامين دروغي لعبها ممتازه في الجانب. فرصه ومحاوله لبعد الفريق النادي ترفع الكره في القائم الثاني، فرصه راسيه، خطوره متواصله، دائما امكانيه التسديد والكره تمر جانبا. الكل اعتقد بان الكره في الشباك، ولكن الكرة كتمر جانبا. فرصة ومحاولة لفائدة فريق النادي المكناسي، كان قريبا من التسجيل. اللاعب عدنان برداد وسط الكرة امامه يسدد، لكن ما كانش التركيز في الكرة الاخيرة. نتابعوا المحاولة الرأسية ديال يوسف انور، التدخل ديال الدفاع وديال المدافع معاذ بحسين، تسديدة لعدنان برداد، الكرة تمر جانبا. تشجيعات متواصله والحماس الكبير على مستوى المدرجات. رفعت الكره بالراس داخل منطقه جزاء، خروج الحارس رشيد غانمي في مناسبتين، والحكم غير الخطا. نفذ بسرعه، حنا كنتابعوا الركنيه. اذا سنتابع هذه الركنيه. يوسف انور لعب الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل دائما الكره في فريق النادي الكناسي. يوسف انور يمر، فرصه مرت من امام المرمى. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق النادي الكناسي، كان قريبا من التسجيل. نتابعوا من جديد يوسف انور كيلعب الكره، لاحظوا ارضيه المتابعه، الكره ما مشاتش بعيد. دقائق يمكن القادمه وكذلك 45 دقيقه المقبله على مستوى اللياقه البدنيه، على مستوى الثروه البدنيه، كيف سيكون فريق النادي المكناسي، كلها يمكن اسئله كيطرحها الان عبد العزيز الدنيبي. هذه فرصه داخل منطقه جزاء، دخول، فرصه بواسطه عندنا برداد مراوغه برداد مرر، لكن تدخل وابعاد الكره. هناك احتجاج ديال اللاعبين، مطالبه بالخطا او ضربه جزاء. يوسف انور، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. نتابعوا من جديد عدنان برداد. اذا في انتظار القرار النهائي. دائما الحكم كاين في تواصل مع حكام الفار في هذه المباراه. صراحة اللي كنفصل عن الخمس دقائق الأخيرة. إذا الحكم غادي يمشي لتقنية الفيديو، سيتابع الصورة وسيتابع اللقطة. إذا الحكم يونس لوديني غادي يتابع التدخل الأخير من حذيفة المحساني. هل كان هناك عرقلة؟ هل كان هناك تدخل؟ هل هناك؟ تابع من جديد هذا التدخل في حق اللاعب يوسف انور من حذيفه. حكم كيحاول يتابع الصوره ويتابع اللقطه. هنا الوقت اللي خدا الكره لاعب يوسف انور وتدخل ديال حذيفه المحساني. إذا الحكم كياخذ الوقت ديالو الكافي في متابعة الصورة، متابعة اللقطة. التدخل الثاني لتقنية الفار وتقنية الفيديو في هذه الجولة الأولى، بعد أكيد تدخل الفار اللي
من خلال تم تغيير البطاقه الصفراء الى بطاقه حمراء بالنسبه للمدافع اسامه الضاوي. الان تقنيه الفار في انتظار القرار بعد التدخل امام يوسف انور. الحكم يعلن عن ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق النادي المكناسي. ضربه جزاء كتجي في اكيد الفاس الاخيره من الجوله الاولى دقيقه 42. البحث عن اول هدف في هذا الموسم للنادي المكناسي هو بالميدان. امين دروغي يضيع. امين الدروغي والقائم يرد الكره. تضيع هذا الفرصه وهذه المحاوله على فريق النادي المكناسي. يصبح الان مرتد هجومي لفائده فريق الفتح الرياضي من جهه اليسرى. عالي الحراك عند اللاعب سفيان التازي. انطلق سفيان التازي بامكانه يرفع الكره لكن الكره كتخرج خارج ارضيه الملعب. كتضيع هذه المحاوله في الوقت اللي ضاعت فرصه تسجيل هدف اول من امين الدروغي. ضربه جزاء واللي غادي ينفذ هذا الركنيه. لعبت كره ارضيه عند اللاعب اسامه سبحان رفع الكره. فرصه تدخل الحارس ممتاز. الحارس ايمن ماجد في الوقت اللي الحكم كيوقف اللاعب كان اصطدام اعتقد اصطدام عفوي مع الحارس ايمن ماجد في الكره الاخيره. نتابعوا من جديد ولاحظوا التدخل الممتاز لان التمريره كانت جيده في القائم الثاني بالنسبه لفريق الفتح الرياضي. ايمن ماجد كيتمكن من انه يكون اسرع من اللاعبين اللي هما كرم ياسين امحيح وعبد الصمد ماهر. ومهاره ايمن ماجد هي من اجل الفرجه من اجل المتعه استمتاع باجواء اللقاءات. اذا الحكم يوسف الوديني يعلن نهايه الجوله الاولى بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين في جوله كانت متحركه بين الفريقين وان كان فريق النادي المكناسي كان هناك حاله ديال الطرد لاسامه الضاوي. فريق الفتح الرياضي نازم في المباراه الاولى امام فريق الرجاء الرياضي اللي بداو بجوج اهداف لا شيء. النتيجه اللي كتحتم على فريق الفتح الرياضي تصحيح المسار وتصحيح هذه الانطلاقه والعوده بالنقاط الثلاث. بالتالي محاوله تحقيق نتائج قويه ونتائج افضل خصوصا الموسم الماضي اللي احتل الرتبه الرابعه وكان قريبا من احتلال المرتبه مؤديا استحقاقات الافريقيه. اذا تعطى انطلاقه ديال هذه الجوله الثانيه من خلال صوره كيبان بانه ما كاينش هناك تغييرات. كل مدرب احتفظ بنفس التركيبه وبنفس المجموعه. ترجع كره للحارس رشيد غنيمي. تمريره خاطئه. فرصه والهدف. هدف لفائده فريق النادي المكناسي. خطا للحارس رشيد غنيمي اللي حاول يبعد الكره ولكن مرر هديه اللي تم اكيد قبولها بطريقه ممتازه. وهدف اول لفائده فريق النادي المكناسي. فرحه كبيره لجماهير النادي المكناسي. هدف مبكر في هذه الجوله الثانيه. العربي الناجي خبره سنوات. لاحظوا بالجديد رشيد غانمي ما تمكنش انه يبعد الكره بشكل جيد. العربي الناجي اللي وضع الكره في الشباك بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الدقه. للعميد معاذ بحسين جهه اليسرى. اسامه سبحان لانس الغاز رفع الكره. فرصه محاوله لفائده الفريق الفتح الرياضي. فرصه الهدف. تدخل ايمن ماجد. ايمن خطوره متواصله وابعاد الكره. انس الغاز امكانيه تسديده مشات بعيد. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الفتح الرياضي اللي كان قريب من تسجيل هدف تعادل امامنا. اللاعب حذيفه المحساني اللي يعني طلب الكره بشكل ممتاز. ما كانش في وضعيه تسلل. تمريره داخل منطقه الجزاء. التحركات ديال انس الغات ممتازه. غادي نتابعوا التمريره ديال انس الغات. ما كاينش هناك تسلل. حصل الكره لكن حتى الطريقه ديال الكونترول ديال حصل الكره ما كانش بشكل جيد. ولكن ايمن ماجد في المكان المناسب يتدخل بطريقه رائعه وطريقه ممتازه من زاويه اخرى. شمس الدين قليديل داخل منطقه الجزاء مستطيل العمليات. اخراج كره بشكل ممتاز من انس الغات على مستوى الجهه اليمنى. فرصه محاوله مرتد هجومي لفائده فريق الفتح الرياضي. تمريره لكن تغطيه حاضره وابعاد الكره من طرف ايوب لوغراز واللي بعد الكره كتبقى دائما لاسامه سبحان رفع الكره داخل منطقه الجزاء. دائما لفائده فريق الفتح الرياضي. الراوي رفع الكره. كره بالراس دائما خطوره متواصله. اسامه سبحان تمرير داخل منطقه الجزاء. البحث عن الضربات الراسيه. فرصه الهدف. تدخل وابعاد الكره. الحكم كيعلن ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الفتح الرياضي.
تسديده قويه، تدخل الحكم كيعلن عن ضربه جزاء، هو بالتالي فريق الفتح الرياضي بعد الفرص والمحاولات داخل منطقه الجزاء كيتمكن من الحصول على ضربه جزاء. غنتابعوا اللقطه، هل كان هناك لمسه يد؟ خروج الحارس ايمن ماجد، تسديده، هل لمس الكره شمس الدين القنيديل باليد؟ تابعوا من زاويه اخرى، تسديده، كره ارتدت من هذه الزاويه. حكم غادي يحاول يتاكد من اللقطه، هل الكره لمست الرجل ديال شمس الدين القنيديل ام اليد؟ هذا هو اللي تم استدعاء الحكم يوسف لوديني للمره الثالثه لتقنيه الفار وتقنيه الفيديو. شمس الدين القنيديل كانت تسديده، الحكم غادي يحاول انه يتاكد من ان الكره واش لمست اليد او الرجل، بالتالي غادي يعطينا القرار النهائي. الكل واقف، الكل يتابع، اكيد كذلك مشاهدينا الكرام اللي كيتابعوا المباراه عبر قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه وقناه الرياضيه التي تواكب الدوري الاحترافي هذا الموسم على غرار المواسم الماضيه. اذا الان القرار النهائي، حكم المباراه كيقول ما كاينش هناك ضربه جزاء، وبالتالي ما كاينش هناك لمسه يد. فرحه كبيره، وكأن هدف تسجل ملعب الشرفي بمكناس. فرحه كبيره ديال الجمهور اللي صراحه يتابع، يواكب، يساند بطريقه صراحه ما يمكن الا تخلي اللاعبين انطلاقه على مستوى الجهه اليمنى. طلب الكره لاعب الراوي في الجهه اليمنى، ولكن التمريره ديال محمد البدوي ما كانش بشكل جيد. هذا الخروج ياسين امحاح، نتمنوا ليه ما يكونش هناك اصابه بالغه في الوقت، هناك انفراد بالحال. فرصه الهدف، فرصه الهدف، والهدف الثاني، هدف ثاني قد يكون هدف الخلاص وهدف انتصار لفائده فريق النادي المكناسي في الوقت بدل الضائع. هدف ثاني لفائده فريق النادي المكناسي بواسطه اللاعب اشرف حميدو اللي دخل خلال الجوله الثانيه. مرتد هجومي سريع ومرتد خاطف، فريق النادي المكناسي ينجح في الوصول لمرمى الحارس رشيد غانمي بتسديده تستقر على مستوى الجهه الاخرى. فرحه كبيره للجماهير الحاضره. النادي المكناسي ب10 لاعبين رفع التحدي ويتمكن من اضافه هدف ثاني يقرب اكثر من 3 نقاط، ومن انتصار سيكون مستحق لفريق النادي المكناسي. لاحظوا الطريقه باش قطع الكره، اللاعب اشرف حميدو يسدد، رشيد غانمي ما تمكنش من التصدي للكره ومن ابعادها. كره طويله، والحكم يعلن عن نهايه المباراه بانتصار فريق النادي المكناسي بهدفين لا شيء. اول انتصار للنادي المكناسي هذا الموسم و3 نقاط. فرحه كبيره، فريق اللي رقم طرد ديال اسامه الضاوي تمكن من تحقيق الفوز هدفي العربي الناجي الدقيقه 52 وفي الانفاس الاخيره اشرف حميدو تمكن من اضافه الهدف الثاني.